يعني في اخر الحلقه كده تقولي لنا نصيحه، كلمه محبه، حاجه عايزه تسيبيها للناس اللي بيسمعونا، البنات اللي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا النهارده، يعملوا ايه وهم في غرفه الانتظار؟ طيب انا عايزه اقول لها اخرجي من غرفه الانتظار وعيشي الحياه، علشان بعد 10 سنين مثلا لو ما ارتبطتيش هتبقي حاسه انك ضيعتي اهم سنين حياتك وانت قاعده محبوسه مستنيه. الانتظار في حد ذاته حاجه مش صحيه. انا محتاجه انطلق، محتاجه اخدم، محتاجه الاقي معنى اعيش بيه في الحياه، محتاجه اعمل علاقات مع ناس كتيره حوالين مني، اعمل اصحاب واخرج في رحلات واشترك في انشطه، اروح اربي اطفال كتير في اماكن كتيره، ينفع اراعي بنات حوالين مني واساعدهم واساندهم، واذاكر لبنات في مدارس حوالين مني، وازور بنات في ملاجئ وفي اماكن ما بيشوفوش امهات. امومتي ينفع استثمرها، مش لازم في الطفل اللي يخرج من احشائي، ممكن امومتي تخرج لناس تاني، لاطفال تاني محتاجين ما لهمش امهات، ينفع استثمر فيهم الامومه بتاعتي. ينفع اعمل حاجات كتير قوي في حياتي غير ان انا افضل قاعده مستنيه وبس. بنشكرك يا سوزي، نورتينا ومبسوطين قوي بالحوار الشيق والكلمات الحلوه اللي كانت معاكي. احنا النهارده حبينا نقول انه غرفه الانتظار يمكن كل البنات بتمر بيها، يمكن ناس كتير بتكون مستنيه، لكن النهارده نصيحتنا ليكي اعملي حاجه وانت مستنيه، ما تقعديش تضيعي سنين عمرك الحلوه في انك مستنيه حاجه مش عارفين هتحصل امتى، حاجه مش عارفين هتحصل في انهي توقيت، لكن عيشي وانطلقي وكوني موجوده بكل كيانك وبكل حضورك وبكل ذكائك ونشاطك ومهاراتك في الحياه، وانا متاكده انك هتكوني مثمره وهتكوني ناجحه، حتى لو كان المجتمع حاصر كل النجاح بس في الجواز.